السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وغلا بالأحباب. لو بتدوري على أكلة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها خطير يبقى لازم تجربي صينية البطاطس دي. مش هتاخد منك وقت ولا مجهود ومكوناتها بسيطة جدا، بس الطعم هيخلي كل اللي في البيت يقولك فيه أكل تاني من ده. تعالي شوفي سر طعمها المختلف وازاي تخلصي الغدا بتاعك في دقايق بسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه مشتركتيش في القناة، أنا سمر ودي قناتي. وما ننساش طبعا الدعاء لأهلنا في غزة، يا رب ينصرهم نصرا يتعجبوا من أهل السماوات والأرض. يلا بينا نشوف الوصفة السريعة الخطيرة دي، ويلا بينا على المقادير. عندي طاسة فيها زيت زي ما انتم شايفين كده، معلقتين كبار من الزيت. وعندي فرخة متقطعة على 4. ببتدي أنزل بالفرخة كده أديها صدمة في الزيت. أنا بحمر الفراخ وكأني بحمرها للأكل يعني قبل ما أسويها. البهاريز اللي بتنزل من الفراخ دي بتدي طعم حلو جدا جدا للبطاطس. هبتدي أحمر الفراخ وكأني بحمرها تحمير كامل، يعني أنا عايزة الفراخ تتحمر تحمير كامل. هبتدي أقلب كل شوية في الفراخ لغاية ما تاخد لون حلو كده. وطبعا ما ننساش إن احنا هندخلها الفرن، فأكيد هتاخد لون تحت الشواية، فيا ريت ما نغمقش لون التحمير بتاعها. يعني أنا عايزاه لون ذهبي يكون حلو. طبعًا فكرة إن أنا بادّي الفراخ صدمة كده. الحاجات اللي بتنزل من الفراخ دي البهاريز، طبعًا إحنا بنكون غاسلين الفراخ كويس جدًا، فالبهاريز اللي بتنزل دي بتطعّم معايا البطاطس والخلطة بتاعة الصلصة. طبعًا شايفين اللون ده يعتبر اللون الحلو ده، وأنا هابتدي أخرّج منه الفراخ، يعني أنا خلاص كده اللون ده بالنسبة لي حلو جدًا، لإن طبعًا لسه هيدخل تحت الشواية. هنبتدي نخرّج الفراخ كده، وهنبتدي نقلّب المكونات الباقية دي في الحاجات اللي نزلت من الفراخ. يعني شايفين الحاجات اللي بتبقى في الطاسة دي لمّا باقلّب بيها البصل مع الزيت بتاع الفراخ ده. أنا عندي 4 بصلات بحجم متوسط متقطّعين شرايح، وعندي توم متقطّع شرايح. استخدمت 6 من الفصوص بتاعة التوم كده، وقطّعتهم شرايح زي البصل كده. وبعد كده قلّبتهم مع الزيت اللي موجود في الطاسة. قلّبي كده لغاية ما تاخد لون دهبي فاتح. أنا مش عايزة أحمّر البصلة تحمير بالكامل، يا دوب كده بس تاخد لون دهبي حلو. بعد كده هانزل عليهم بمعجون من الصلصة. عندي هنا نُص كيلو من الطماطم، نزلت عليهم على البصل، معلقتين كبار من معجون الصلصة، وأقلّب المكونات دي. واستخدمت التوابل، عندي ملح وفلفل، واستخدمت أقل من ربع معلقة من الكمون، شطة حمرا وبابريكا مدخنة، و طبعًا الملح هنا حسب الرغبة، ورشة صغيرة من السكر علشان طبعًا الحموضة بتاعة الطماطم. قلّبي كل المكونات دي ونسيب الطماطم لغاية ما تتسبِّك. أنا مش عايزاها تتسبِّك بالكامل لإن هي هتكمّل تسوية في الفرن. أول ما تبقبق معايا كده وتبتدي حجم ال المعجون بتاع الطماطم كده يبقى تقيل شوية، هابتدي أنزّل عندي طبعًا البطاطس متقطعة دواير بالشكل ده. بعد كده هانزل عليهم بالفراخ، وأنزل عليهم بخليط الطماطم طبعًا، وهانزّلهم على الفراخ بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنا هانزل على صينية البطاطس بالكلام ده. بعد كده هابتدي أنزل عليهم بمَيّة مغلية علشان خاطر تسرّع معايا من التسوية. لو أنتِ هتستخدمي صينية ألمونيوم أو صينية تيفال، تقدري تحطيها على الفرن لغاية ما تغلي وبعد كده تدخّليها الفرن. أنا هابتدي آخُد من الصلصة دي أدهن بيها الفراخ علشان تدّيني لون حلو كده تحت الشواية. حاولي كده تدهني بالفرشة من نفس الخليط، وبعد كده هادخّلها على فرن متسخّنة مسبقًا على الشبكة في النُص، واسيبها لغاية ما تستوي البطاطس بالكامل. وطبعًا أنا بافتح عليها الشواية والفرن من تحت. شايفين هي من جوّه الفرن إزاي شكلها والريحة بتاعتها قالبة المكان بجد يعني. فجرّبوا الوصفة دي سهلة وسريعة وما أخدتش منّي وقت خالص. طبعًا دي بعد ما خرجت من الفرن ما كمّلتش معايا يعني حوالي أقل من نُص ساعة، وهي كانت استوت بالكامل الفراخ والبطاطس. فبعد ما باخرّجها كده بالفرشة من نفس الصوص، أنا بابتدي ألمّع بقى الفراخ علشان تدّيني لمعة حلوة كده زي ما أنتم شايفين. بعد كده تقدّميها مع شوية رُز بشعرية أو رُز أبيض زي ما أنتِ تحبّي. وبعد كده تبقى بالهنا والشفا على قلوبكم، بتبقى جاهزة للأكل. بتبقى فعلًا خطواتها سريعة. طبعًا بالنسبة للحَر والجو اللي إحنا فيه ده، عايزين حاجات سريعة ما تاخدش معانا وقت. طبعًا إحنا ما ننساش إن إحنا بنفتح الشواية والفرن من تحت، وزي ما أنتم شايفين الفراخ اللهم بارك دايبة كده ومستوية جدًا، والبطاطس كده دايبة وناعمة وفي نفس الوقت كمان متماسكة. فبجد الوصفة دي لازم تجربوها.
جربوا الوصفة دي واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. لو كنت بقى وصلت معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الوصفات الجديدة. وطبعا ما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، يا رب ينصرهم نصرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، وألا إن نصر الله قريب. وإن شاء الله أنا متأكدة إن ربنا أكيد 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 هينصر أهل غزة بإذن الله. وطبعا ما ننساش نتفرج على الفيديوهات القديمة، كلها فيديوهات اقتصادية وسهلة وسريعة وخطواتها سريعة جدا وكلها اقتصادية. وأسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.